السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نهضروا على نصف نهائي الشان اللي كان حماسي بزاف، وغادي نعيشوا تفاصيل جوج مباريات كبار، الأولى بين مدغشقر والسودان، والثانية بين المغرب والسنغال. وفي الآخر غادي نهضروا على النهائي الكبير اللي غادي يجمع المغرب ومدغشقر. نبداو بالمباراة الأولى اللي جمعت بين مدغشقر والسودان. من البداية كان واضح أن المباراة غادي تكون متكافئة، حيث المنتخب السوداني دخل مركز وحاول يفرض أسلوب لعبه بالقوة البدنية والانضباط الدفاعي. في المقابل منتخب مدغشقر دار اللي عليه واعتمد بزاف على السرعة ديال اللاعبين وعلى المرتدات. الشوط الأول مشى بلا أهداف، ولكن كان فيه محاولات خطيرة من الجانبين. الشوط الثاني بانت المباراة غادي تطول. في الدقيقة 79 مدغشقر تلقى ضربة ناقصة على طرد واحد من لاعبيه، وهذا الشيء خلى الجميع يتوقع أن السودان غادي يستغل النقص العددي. ولكن المفاجأة هي أن مدغشقر صمد وحتى مشى للمجهودات الفردية والروح القتالية. المباراة مشات الأشواط الإضافية. في الدقيقة 116 مدغشقر يسجل هدف قاتل خلى المباراة تحسم لصالحه. نهاية اللقاء بفوز مدغشقر ب1-0، وبهذا الفوز التاريخي مدغشقر كتب اسمه في المباراة النهائية لأول مرة، وبين للعالم أن الكرة ماشي أسماء كبيرة فقط، بل روح وعزيمة. دابا ندوزو للمباراة الثانية اللي ديال أسود الأطلس ضد السنغال. هذه مباراة كبيرة بكل المقاييس، حيث السنغال آخر بطل الشان، والمغرب جايب روح الانتصار وطموح الكأس. دقيقة 16 السنغال سجل الهدف الأول، لكن الرد المغربي ما طولش. في دقيقة 23 صابر بوغرين رجع المباراة للتعادل. الحل كان هو الركلات الترجيحية، ومن هنا بان الفرق. المنتخب المغربي كان أكثر تركيز، سجل كل ضرباته بثقة، والسنغاليين ضيعوا فرصة. النتيجة النهائية المغرب 5-3. تصريحات من بعد المباراة، طارق سكيتي هو اللي قال: الحمد لله، الفرحة ديال المغاربة كبيرة بزاف، نتشرف نكون وسط هذه المجموعة اللي كتقاتل بالقميص الوطني. السنغال ماشي خصم سهل، عندهم توازن كبير ومهاجمين سريعين، وبان على ولادنا العيا من كثرة المباريات ومع السفر، ومع ذلك حققنا الانتصار ماشي سهل، وهذه خطوة كبيرة باش نجيبوا الكاس إن شاء الله. بالعمري كذلك صرح وقال: مبروك علينا التأهل. الماتش ما كان سهل ضد آخر حامل للقب، ولكن بفضل القتالية ديال اللاعبين والتضحيات قدرنا نفرحوا الشعب المغربي. المهدي الحرار: الحمد لله، الخدمة ما كاين غير الخدمة والكمال الله، كل ماتش عنده طقوسه الخاصة وحنا مركزين باش نكملوا المشوار. دابا نهضروا على النهائي الكبير بين المغرب ومدغشقر. المغرب مر من مباراة صعيبة ضد السنغال، وأثبت أنه فريق منضبط وعنده شخصية قوية، لاعبين منسجمين وعندهم الخبرة باش يتعاملوا مع الضغط. مدغشقر مفاجأة البطولة، تأهل ضد السودان رغم النقص العددي، وبينوا أنه فريق كبير عنده طموح وما كيعرفش يستسلم. المباراة غادي تكون صراع بين خبرة المغرب وطموح مدغشقر. المنتخب المغربي خاص يدخل بتركيز كبير، يستغل الفرص ويلعب بذكاء. مدغشقر غادي يكون بلا ضغط، وهنا الخطر، لأن الفرق اللي داخله بلا ضغوط كتكون أخطر. الجماهير المغربية كلها متسنية النهائي، الشوارع عامرة بالأعلام، المقاهي غادي تكون غاصة بالمشجعين، الكل عنده حلم واحد: تشوف المغرب يتوج بالكأس. الخلاصة، المغرب كتب صفحة جديدة بعد الإطاحة بالسنغال، ومدغشقر صنع التاريخ بوصوله للنهائي. دابا المواجهة غادي تحدد شكون الأقوى، أسود الأطلس أو الحصان الأسود. إلى هنا نوصل لنهاية التحليل ديالنا. نتمنى نكون قربت لكم الأجواء كاملة. إلى عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا لي لايك للدعم، تخلوا لي تعليقاتكم شكون كتظنوا غادي يتوج بالكاس، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، لأن الدعم ديالكم هو اللي كيعطيني الحافز باش نزيد نقدم لكم محتوى أفضل. شكرا بزاف على المتابعة، وموعدنا في النهائي الكبير.